السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد وحاجة جديدة كده بسيطة تكون سهلة عليكم ان شاء الله، بس حاجة مهمة وبتطلب مننا كتير، الا وهي الجيبة الصك. الجيبة الصك اللي هي الجيبة اللي نازلة صك، ولا فيها كشكشة ولا فيها كالونات ولا كسر ولا اي حاجة. الجيبة الصك يا جماعة اللي الصح بتاعها ان بيكون مثلا ديلها من 60 ل75 بالكتير، لان هي اسمها جيبة صك، يعني ما ينفعش تنزل منطورة معاكي او تنزل على واسع. تمام. دي كده اول حاجة في الديل او وسع الجيبة بتاعتك. بعدين انت بتجيبي الوسع بتاعك اهو زي ما انت عايزة، وبتبدأي ان احنا نطبق القماشة بتاعتك على 4. في طريقتين ان احنا نعمل خياطة في الجيبة من قدام وخياطة من ورا في الوسط الجيبة. وفي طريقة انا كده هفتحها لان انا هعمل فيها خياطة، لان القماشة دي ليجن يا جماعة، انا عاملاها قماشة ليجن، جيبة ليجن. فانا هعمل لها خياطة في الامام وخياطة في الخلف، في الوسط بتاع الامام وخياطة في الوسط بتاع الخلف. لكن الجيبة الصك لو انت مش عايزة فيها خياطات هتمشي بنفس الخطوات ومفيش مشكلة خالص، هتبقى معاكي نفس الجيبة كده معايا بالظبط. اول حاجة احنا بنحدد محيط الوسط. محيط الوسط بناخد ربعه لان احنا كده بنقص على 4. فمحيط الوسط عندك لو 80 بتاخدي 20. وطبعا عشان انا عاملة خياطة خياطة في الوسط وهعمل خياطة في الجنب، فانا هزود حوالي 3 سنتي. هزود 3 سنتي. هنا انا مش هركب سوستة لان القماشة معايا ليجن، فانا طبعا هي القماشة بتمط معايا وفيها استرتش كده، فمش هحتاج سوستة. لو انتي القماشة مش ليجن وقماشة جبردين او قماشة ناشفة، لا لازم تركبي سوستة في الجنب. انا كده خدت نقطة الوسط عند ال 18 سنتي، ونزلت بعديها ب 15 سنتي، عملت نقطة الهانش ووصلتهم ببعض. وهنا بس بحدد لك المقاس الاساسي، بوريك الزيادة لان انا واخدة المقاس بزيادة. وهبدأ بقى من نقطة الهانش كده هنزل لحد اخر القماش اللي احنا مطبقينه مع بعض، زي ما قلتلك على حسب طلب الزبونة. بس هو بيبدأ الديل بتاعها من 60 سنتي، نصه طبعا مش كله، من 60 سنتي، نص الجيبة ل 75 على حسب طلب الزبونة بتاعتك. بس هو 60 يعني 75 ده كده كمان كتير. كده خلاص انا قصيت الجزء بتاع الجيبة. هقص بقى ليها كمر لان انا هعملها جيبة بكمر، جيبة بكمر كده في استك. بتطبقي الكمر على حسب عرض الاستك بتاعك. يعني انت لو هتعملي كاس استك 3 سنتي انت بتعمليه يبقى 6 سنتي، وبتزودي سنتي ونص خياطة يبقى 7 ونص. لو هتعملي استك 5 سنتي يبقى هتعملي 11 سنتي او 11 ونص عرض القمر. كده خلاص انا عملت القمر. وطبعا القمر بيكون محيط الوسط، محيط الوسط بتاعك. هنا ده الامام كده انا هعمل فيه زي دوران كده للجيب، بس انا مش هركب جيب، ده هو هيكون حاجة كده زي منظر بس. هتشوفوها معايا وانا بقفلها ان شاء الله. انا قصيتها، وطبعا اللي انا قصيتها وطلعتها بره دي المفروض ان انا هقص بدلها تاني، يعني هقص قطعتين بدلهم تاني، بس بكبر عنها في الدوران ده بكبر سنتي علشان وقت التركيب ما تصغرش معاكي وتبوظ منك الجيبة. فانا قصيت عليها نفس الدوران، بس زودت حوالي سنتي او سنتي ونص في الدوران بتاعك فقط. دي كده زي يعني ايه، جيب لطش كده او حاجة منظر فقط، عيرة، مش هتبقى جيب مفتوح ولا اي حاجة. هنا هعمل بقى في الجيبة في الخلف كده جيبين من ورا. هعمل العرض بتاع الجيب 13 سنتي، وهعمل طوله حوالي 15 سنتي. وهبدأ ان انا اخد زي 7 كده، 7 كده في الجيب. هطلع من جنب الجيب حوالي 4 سنتي، وهوصلهم 7 كده. وهبدأ ان انا اقص عليها عند ال4 سنتي، هوصلها بالبوز بتاع التانية اللي انا تانياها. وكده انا قصيت الجيبين اللي انا هركبهم في الخلف بتاع الجيبة، دول انا هركبهم في الخلف. وفي الامام اكيد طبعا كلنا عارفين الجيبة الليجن تفاصيلها بتكون ايه. ده كده الخلف بتاعي بتاع الجيبة. بس انا علشان ما تشتتش وانتي بتقفلي على المكنة،
هنا انا هحدد مكان الجيب بالقمر بيكون بعد سقوط 11 سنتي. فلو احنا مثلا عاملين الجيب مثلا عامليه 3 سنتي، يبقى انت هتاخدي سقوط من الجيبة حوالي 8 سنتي. لو انت عاملة الجيب 5 سنتي، المهم هو بالقمر بتاعه بيكون سقوط الجيب عند 11 ل 12 سنتي. ده كده مكان الجيب. انا هنا بس هعمل كذا فرطة كده بالمقص علشان اكون عارفة ان هو ده الوسط بتاع الجيبة اللي انا هخيط منه، مش الجنب. دي كده الجيبة بتاعتي هنقفلها بقى مع بعض على المكنة دلوقتي، وهتشوفوا تقفيلها سهل وبسيط. انا اول حاجة هنا هاخد الخلف كده اهو، وهبدأ ان انا اقفله. دي الفرطات اللي انا عملتها بالمقص علشان وانا بقفل على المكنة اعرف الجنب من الوسط. الحاجات اللي انت بتعمليها دي بتسهل عليكي وقت التقفيل، ان انت ما تتشتتيش وتقعدي تدوري الجنب فين والوسط فين والكلام ده. كده انا قفلت الوسط من اللي هو بتاع نص الجيبة. كده وصلتهم يعني في بعض، وهبدأ ان انا اركب الجيب اللي هو الجيب الخلفي بتاع الجيبة الخلفية. انا بس بتني الجيب من فوق فقط، مش بتنيه من كل الجوانب. دي كده اسهل طريقة ممكن تركبي بيها الجيب ويطلع معاكي مظبوط وزي الفل. انا كده تنيته من فوق، وهبدأ احدد بدايته على بداية الخط اللي انا عاملاه. وهتبدأي ان انت وانت ماشية بقى بالمكنة بعرض الدواس كده بتتني بايدك اهو، زي ما انت شايفة معايا كده. انا بتني بايدي، يعني انا مش تانياه، بحيث ان هي تبقى خياطة واحدة كده في الجيب ويبقى شكلها كويس، وتكون كويسة معاكي وتطلع مظبوطة ان شاء الله. انتي بقى بتاخدي دوران الجيب كده بتتنيه حوالي سنتي لجوه، وبتدوسي على حرف الجيب. تمام. ده كده الجيب اتثبت اهو. انا هعمل الجيب التاني برضو بنفس الطريقة. هتني الحرف بتاعه بس، اللي هو الحرف اللي فوق اللي هو بيكون على الخط. وهبدأ ان انا احط الحرف ده كده على الخط. طبعا حاولي تظبطي المسافات بتاعتك زي ما انت عاملة الجيب ده بالظبط، من الناحية دي يكون الناحية التانية. وهبدأ برضو ان انا الف بيه خياطة كده بالدوران بتاعه كله، وهثبته. تمام، علشان يكون كده انا خلصت الجيبين، خلصت الخلف عموما، يعني عملت خياطة بتاعتي من الوسط. بقيلي بس ان انا هضرب عليها بالدواس كده، هشيمها او هعمل عليها بعرض الدواس اسمه عرض رجل. تمام. هاجي بقى للامام. هتبداي ان انت تاخدي الدوران بتاع الجيبة بتاعك اللي احنا قصيناه وهتتنيه. يعني مش هتعملي حاجة، انت هتتنيه دوران كده بس. وهتاخدي الناحية التانية برضو وهتتنيها. وبتاخدي بقى الدوران اللي احنا قصيناه ده، وبتبداي تحطي حرف الجيبة على الحرف بتاعه وبتركبيها. بيديكي منظر حلو. هو ملهوش لازمة او مش جيب مفتوح، لكن بيديكي شكل كويس وشكل نظيف. تمام. كده انا هعمل برضو الناحية التانية بنفس النظام. نفس النظام هعمل الناحية التانية برضو. هتني الاول الجيبة بتاعتي الدوران اللي انا قصيته، وبعدين بركب الدوران فيه. كده خلاص. بعد ما عملت الناحيتين بتوع الجيبة، هبدأ ان انا برضو اظبط الجيبة بتاعتي، اخيطها من الوسط، خياطة من الوسط. اهي الخياطة باينة عندكم زي ما انا عملتها اهي، اللي هي بتاعة الجيب. كده انا خيطت الجيبة بتاعتي من الوسط، وهبدأ ان انا اشيم بقى الخلف. يعني هعمل بقى الخلف اهو، انا عملته اوفر. وهبدأ ان انا على الوش، مش بتشيميه على الظهر. عودي نفسك ان انت لما تيجي تشيمي اي حاجة بتشيميها على الوش. بفتح الخياطات بايدي الاتنين اهو زي ما انت شايفة. بفتح الخط بتاع الوسط وببدأ ان انا اشيم عليه خياطة كده في الوسط. بيديكي شكل حلو، وبيدي يعني شكل جمالي للقطعة بتاعتك، بيدي شكل حلو للقطعة. برضو بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الخلف، هبدأ ان انا اعمل الامام. ماشي. بفتح الخياطة كده، تفتحي الخياطة بايدك الاتنين علشان يطلع معاكي الخط مظبوط وشيمته. هنا بقى هعمل خياطة الجنب. تمام. هخيط الجيبة من الجنبين. جيبة سهلة وبسيطة، امشي بس على الخطوات بتاعتها وان شاء الله تكون سهلة عليكي. وطبعا الجيبة الليجن دلوقتي في المحلات يا جماعة عدت اسعارها عدت جدا. الجيبة مثلا بتعمل لها بتاع
200 في المحلات اللي هي مش عالية قوي، وفي المحلات العالية 250 و350 كمان. فانتي كده بتعمليها بأقل الأسعار وبأقل تكلفة. ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم، واتمنى ان انا اكون بفيدكم ولو بمعلومة حتى كده، ان شاء الله تسهل عليكم الامور بإذن الله. كده خلاص انا خيطت الجنبين. انا هنا بقى هعمل الاستيك انا عاملاه مقاس الوسط ومقلله عنه حوالي مقلله عن مقاس الوسط حوالي 6 سنتي. تمام، ده مقاس الاستيك. لكن القمر انا عاملاه مقاس الوسط وكمان مزوده عن مقاس الوسط. كده انا قفلت القمر من الجنب، وهبدأ ان انا اخد الاستيك وهخيطه جوه القمر، وهقلب عليه القمر كده متكرر مرتين. وهبدأ ان انا اثبت الاستيك، لكن ما تدوسيش على الاستيك، انت دوسي على القمر، دوسي على القماشة فقط، وخلي القمر يكون الاستيك بيتحرك جواه، بحيث ان انت لو في كشكشة في القمر ولا حاجة تحاولي ان انت تنسقيها، ما تكونش الكشكشة معمولة في مكان ومكان لأ. لو انت مثلا دايسة على الاستيك، فحاولي ما تدوسيش على الاستيك كشكل جمالي للقطعة، ان انت الكشكشة بتاعتك تكون متناسقة مع مع شكل القمر بتاعك. كده بس انا بثبت القمر خياطة لافف، بلف بيه مع الاستيك، ثبت الاستيك كويس. وهبدأ ان انا اخد القمر بتاعي وهركبه في الجيبة. بحط طبعا الخياطة بتاعت جنب القمر عند خياطة الجنب بتاعت الجيبة، وبلف بيها. ولو القمر صغير شوية عن الجيبة بتشديه مش مشكلة، وبعدين بنرجع نعمله اوفر او ننضفه ونرجع نشيمه تاني زي ما شيمنا الخياطات. الحاجات دي يا جماعة حاجات بسيطة بس بتفرق جدا في شكل القطعة. اتمنى ان انتوا ما تكسلوش كده وتعملوها بإذن الله. هنا كده خلاص انا بثبت القمر اهو، وهبدأ ان انا ادني بقى الجيبة بتاعتي ارفيها من تحت. وخلاص كده الجيبة خلصت بكل سهولة. اتمنى ان هي تكون سهلة عليكم، ولو في اي حاجة انتوا حابين ان احنا نعملها مع بعض اكتبولي في الكومنتات. وما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك ويعمل اشتراك في القناة، ويكتب لنا كومنت حلو علشان يشجعنا ان احنا نستمر. وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.